بصي بقى، عايزه تخسي كلي من بره. زي ما بقول لك كده، هاتي كده اكل من بره يكون دسم كده وانت بتحبيه، المهم كليه. هتخشي تجيبي كل اللي في بطنك في وقتها، فكل ما هترجعي كل ما وزنك مش هيزيد خالص في الحمل. عايزين نبقى سمباتشيك كده، سمباتشيك كده في الحمل، زي ايه؟ زي الاجانب المعصعصين كده، تلاقي ايه؟ هي حامل بس سمباتشيك، مفيهاش غير بطن كده كوره صغنون. احنا عايزين نبقى كده، صح ولا ايه حبيبتي؟ انت داخله على رضاعه وعلى وجع بطن، احنا مش حمل دايت وخنقه والكلام بتاع الناس التوتو ده. احنا ناكل اللي احنا عايزينه، تاكلي اكل مسبك كده وجميل كده، تقعدي تقولي لا ومش عارفه ايه ومش عايزه ازيد. لا، سيبك من الكلام ده كله. اهم حاجه صحتك وصحه البيبي. يعني ينفع نفسك تروح لحاجه وما تاكلهاش؟ عايزاها تطلع للواد في قرطه، ولا يبقى ظهره كده مثلا فيه فستقايه كده ولا برتقانيه؟ كل نفسك فيها، ما ولا يهمك. لازم تاكلي وتتغذي حبيبتي. انت بتاكلي الاثنين، لازم تاكلي وتغذي البيبي اللي في بطنك ده. تحسي وانت بتاكلي ان في كائن جوه بياكل معاكي الاكل، انت تاكلي من هنا هو ياكله من هنا، فتحسي ان انت مش عارفه تشبعي. نظره المجتمع دي اخر حاجه الواحد ممكن يفكر فيها. احنا عمالين نحرد نفسنا عشان ده جسد فين، ولو ده بقى الحمل التاني ولا التالت، ولا تروحي الدكاتره بقى ولا تتابعي. خلاص بقى احنا كبرنا على الكلام ده. انت بقيتي خلاص عارفه تاخدي ايه وما تاخديش ايه من نفسك. اقعدي يا ماما ارتاحي كني في بيتك كده عشان تؤمنوا ان شاء الله بالف سلامه. ده انا بضرب كميه اكل اللي هو بيبقى طبق المكرونه قد كده، واضربه وهم لسه بياكلوا، اقوم اجيب لي طبق تاني. اللي هو جوزي اصلا بيبص لي كده، في ايه؟ وانا اقول له في ايه، هو يقول لي في ايه وانا اقول له في ايه. جعانه اعمل ايه في نفسي؟ طيب اروح فين؟ حرام والله الواحد يقوم من على النعمه وهو لسه ما اكلهاش. فبقعد اكل وبعدين الاقي نفسي عايزه اكل، تبقى يعني وانا باكل ببقى بفكر هاكل ايه الحاجه اللي بعديها. ما انا في النهايه باكل الاتنين، ما حدش يقدر يلوم عليا. خدي هنا اما اقول لك، انت اي حد معدي يقول لك اي حاجه تصدقها وخلاص. استني بس استني، لا طبعا كل ده كنت بهزر اساسا. مش سهله، انت برضو خدتي الكلام من هنا ورايحه على طول بقى تطبقيه. لا طبعا، يعني خلينا بس نتكلم كده بهداوه ونقول الحاجات فعلا اللي ممكن تفرق معاكي في فتره الحمل، وايه الحاجات اللي خارجه عن ارادتك مهما حاولتي ان انت تعملي فيها. خلاص يعني هي بتبقى هرمونات بقى متغيره في الفتره دي، او انت جسمك مش مساعدك اصلا ان انت تحافظي على وزنك، او ان انت ما تزيديش قوي في فتره الحمل. كل الحاجات دي هنتكلم فيها دلوقتي. بصوا مبدئيا اول حاجه كده، انا ما زدتش في الحمل ده ليه؟ لانه ده كرم من ربنا عليا. هو ربنا اكتر حد بجد حاسس بيا، عشان انا لما بزيد قوي في الحمل، يعني ممكن بال 15 وال 18 كيلو عادي جدا. انا من النوع اللي هو ايه، حامل اكل، انا باكل الاثنين، ما باكلش الواحد. بعدين بقى ايه، تحسي المعده بتوسع، اللي هو انت حرفيا عماله تاكلي ومش بتشبعي. فانا بطبق المثل بحذافيره اللي بيقول ان انا باكل الاثنين في اي حمل، باكل الاثنين. بس عشان انا كنت لسه عامله دايت قبل الحمل، ان انا بحس بتقل قوي بالوزن الزياده ده، وبجد ربنا حاسس بيا، فهي جت معايا كده في الحمل ده. لا وفي وقت الرضاعه بقى ما اقولكيش، المغاد بتاع حماتي بقى عسل. بفضل اضرب لي 3 4 كده في اليوم. الحلبه اللي هي بالعسل الاسود دي بيبقى نصها يا دوب حلبه والنص التاني عسل اسود. سندوتش الحلاوه ده كل ربع ساعه باكل لي سندوتش حلاوه. جعانه هفتينا، ادوني حاجه مسكره، فبفضل اكل برده في الرضاعه. فهو حرفيا كان كرم من ربنا عليا ان انا الحمل ده ما زدتش زي الحملين اللي كانوا قبله. ليه بقى؟ ندخل في الموضوع. في حاجات خارجه عن ارادتي تماما، وفي حاجات لا كنت بعملها هي ممكن تكون ساعدت برده شويه. مبدئيا انا من سنه جالي كورونا، ففقدت حاسه الشم والتذوق دي تماما. جات لي بقى حاسه الشم والتذوق ترجع تاني امتى بقى؟ مع الحمل. فطبعا اللي مر بالمرحله دي هيبقى مدرك شويه ان انت اول ما بتبتدي بتشمي حاجات كلها وحشه، بتدوقي الاكل معظمه كله طعم واحد وطعم وحش كمان. فانتوا متخيلين قرفه الحمل مع القرفه اللي كانت جايه لي من كل حاجه بقى لما ابتدت حاسه الشم ترجع، خلتني مقفوله من كل حاجه تقريبا. اللي هو الفراخ دي تقريبا والبانيه والحاجات دي انا مدخلاها من اول ما غليت، اللي هو من شهر مثلا. قبل كده ما كنتش باكل، مش طايقه طعم الفراخ خالص، ولا مسلوقه ولا محمره في الفرن ولا محمره في الزيت ولا مقليه ولا اي طريقه، كنتش بعرف ابلعها. فكده كده كانت نفسي مسدوده خلقه، اللي هو يعني مش حاسه ان انا جعانه، باكل كده يعني وخلاص. ولما كنت باكل برجع، انا دلوقتي في السابع ولسه برجع، بس الحمد لله طبعا مش زي الاول. يعني انا كنت في الشهور الاولى من الثاني للخامس تقريبا طحن طحن طحن، كله ضرب ضرب ضرب، مفيش تفاهم. كنت حرفيا بوصل من 7 ل 9 مرات في اليوم الواحد بق الميه ببقى عامله حساب ان انا هدخل ارجعه. فحتى لو كنت بفكر ان انا اكل ايا كان اللي كنت باكله ايه، كنت بدخل ارجعه. فطبعا الموضوع ده برده فرق شويه. اللي يشوفني في فيروز وسليم كنت كرومبا حرفيا بتنفخ. بس خلينا نتكلم انه اصلا اي حمل بيبقى فارق عن التاني. مفيش حملين زي بعض، حتى لو لنفس المامي مفيش حملين هيعدوا عليكي زي بعض. كل ده طبعا يعتبر حاله فرديه شويه، يعني حاجات تخصني انا تحديدا ممكن مثلا ما تتكررش مع اي حد تاني. بس بقى عشان انتوا حبايبي واصحابي وكده وطلبتوا مني اتكلم في الموضوع ده، ما كانش ينفع ان انا اخبيه عليكم، يعني لازم اكون صريحه. هكدب طيب واحنا داخلين على رمضان؟ بس ده برده ما يمنعش ان في حاجات تانية بصراحه
بصراحه لو عملتيها برضه هتفرق معاكي. انا الحمد لله ابتديت ان انا اكل اهو مش زي الاول، بس رغم كده محافظه برضه على الزياده اللي انا بزيدها كل شهر. واهم حاجه طالما البيبي وزنه بيزيد والدكتور مطمنك عليه يبقى الدنيا تمام. فاول حاجه تحاولي تعمليها تشيلي من قدامك اصلا الحاجات اللي هي السكريات، البسكوتات، الحاجات اللي هي بتنفخ، الشوكولاتات والحاجات دي. طول ما هي قدامك هتلاقي بطنك بتصوصولك وبتقولك كليها. فحاولي تحطي قدامك كده الفاكهه، البرتقال، الموز، اي فاكهه، اي فاكهه ممكن تحطيها قدامك. وكل ما تحبي تاخدي سناكس كده في النص حاولي تكون الحاجات دي بلح مثلا 3 بلحات على شويه لبن صغيرين، هتبقى مفيده ليكي وفي نفس الوقت هتحسي ان انت مش عايزه سكريات قوي. وكبري على قد ما تقدري في طبق السلطه. لا، طبق السلطه فعلا بيفرق معاكي ان انت تحسي بالشبع من غير ما تكتري في كميه النشويات اللي انت بتاكليها سواء الرز او المكرونه. الحاجه الثانيه وهي الحركه، على قد ما تقدري تتحركي. انا كنت كل ما اعرف ان انا حامل اقضيها اكل ونوم وانتخى بس متحركش. خلاص بقى انا حامل بقى، اقعد بقى واكل. وطبعا جسمك بيزيد غصب عنك. يعني انا عارفه ان في اوقات بتيجي علينا بنبقى تعبانين او مش قادرين حتى نشيل دماغنا من على المخده، تمام، بس انا مش عايزاكي تستسلمي يعني للتعب ده. ما تستسلميش ان انت لا طول الوقت مش هنضف، مش هعمل اي حاجه، مش هتحرك، مش هنزل مشاوير، مش هروح مع الاولاد في اي حته. لا لا لا، حاولي على قد ما تقدري ان انت تنزلي تفركي كده في اي حاجه. لما بتفركي سواء في البيت او بره البيت كل ده بيساعدك على ان انت تحرقي وان اصلا صحتك تبقى احسن، عشان ما تستسلميش بس للتعب قوي فيبتدي وزنك يزيد حتى لو انت ما بتاكليش قوي يعني في فتره الحمل. بس في الاوقات اللي فعلا هتكوني فيها تعبانه لا طبعا ريحي نفسك، يعني ما ايه في الدنيا يستاهل، لا طبعا ارتاحي خالص. مش هقول لكم اوقات ان احنا بنتدلع مثلا بس بنكسل، بس بنقول بقى انا لسه هقوم واعمل. لا، قومي واعملي وتحركي، صدقني هيفرق معاكي جدا وهيفرق في صحتك وهيفرق في نفسيتك، هيفرق من كل الاتجاهات فكره ان انت تتحركي عامه. الحاجه الثالثه والاخيره وهي الادويه. سواء مثلا الدكتور كاتب لك على دواء معين تاخديه عشان برضو يساعدك على ان انت تدوبي الدهون كده اللي في الاكل. طبعا كل حاله بتختلف عن الثانيه فانا مش هقدر ارشح لكم اي حاجه، انت الدكتور بتاعك هو ادرى بحالتك، هو اللي يقدر يكتب لك على حاجه زي كده. بس الادويه دي فعلا بتفرق قوي في فكره ان حتى لو اكلتي اكله دسمه او دهون ان الجسم ما يشربش كميه الدهون دي كلها. هو بيساعد بس يعني طبعا لو بتدبيها قوي واكل مسبك بقى ودهون وكده اكيد الدواء في الحاله دي مش هيقدر يعمل لك اي حاجه. وفكره اصلا ان انت تكوني بتروحي بتتابعي مع الدكتور وكده دي من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها بجد. هقول لكم ليه. لان في ناس مثلا ممكن في الحمل الاولاني تبقى بتروح للدكتور ملتزمه جدا بالمواعيد، ملتزمه جدا بالمتابعه، بتاخد الادويه في ميعادها، عامه يعني مهتمه بصحتها وبصحه البيبي. تيجي بقى مع الحمل الثاني والثالث تكسل بقى، اللي هو لا انا هاخد بقى حاجات من نفسي، في حاجات فيتامينز وحاجات كده انا هستغنى عنها. اصلا نقص الفيتامينز اللي في الجسم دي في اوقات كتير بتعطل الحرق، اللي هو جسمك مش هيحرق اصلا. نقصه بقى فيتامين د، نقصه كالسيوم، نقصه حديد، نقصه حاجات مخليه هو مش عارف اصلا يحرق، مش عارف يتعامل مع الدهون اللي داخلاله. فكره اصلا ان انت تاخدي الادويه وان انت تتابعي مع الدكتور ده افيد ليكي وللبيبي. يعني في بيبيز وهم في بطن الام اصلا الاشعه والتحاليل والحاجات دي بتبين لا قدر الله لو البيبي فيه مشكله بيلحقوها من هو في بطنك اصلا، وانت جسمك ده بيتشفط منه الكالسيوم والحديد والحاجات دي كلها. فلازم ان انت تعوضيها بالادويه وبالفيتامينز وباكلات معينه. لازم ان انت تهتمي بكل الحاجات دي. فانت ما تستهونيش بالمتابعه، والدكتور لما يقول لك اعملي تحاليل كذا وتحاليل كذا اعمليها والتزمي بالحاجات دي، لان كل ده هيفرق اصلا في صحتك. انت لو مش مهتمه بصحتك ولا وقتها بقى الاكل هينفع ولا الحركه هتنفع ولا اي حاجه. هو اصلا مش هيبقى عندك طاقه ان انت تعملي الحاجات اللي هي الصح المفروض ان هي تتعمل. فانت بجد لازم تتابعي كويس قوي مع الدكتور بتاعك عشان على الاقل لو لقى في بوادر لحاجه معينه مثلا يلحقها على طول. لقى السكر مثلا بيعلى، لقى الوزن بيزيد غير العادي، يبتدي ان هو ينبهك لشويه حاجات، يديكي دواء يساعدك. يعني لو في امكانيه ان هو يلحق الموضوع بيلحقه. انما انت خلاص لو مثلا الهرمونات او جسمك هو عنده قابليه ان هو يزيد او فتره الحمل والدكتور قالك خلاص يعني مفيش مشكله، هو الزياده دي عشان يعني حاجه مش في ايدينا بس هي مش هتاثر عليكي او مش مؤثره على البيبي قوي او مش مؤثره على الحمل قوي، خلاص هو بيبقى ادرى حد بده. لكن فكره ان انت تتابعي مع الدكتور دي بجد من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها، وان انت كمان تكوني ملتزمه بالادويه بالفيتامينز، ما تكسليش عن ان انت تاخديها. بس بصراحه ارجع واقول مره تانية هو كرم من ربنا عليا. يعني الموضوع برضو مش انا اللي مظبطه له قوي او انا اللي مركزه فيه قوي، هو ربنا اللي حاسس بيا. فهو الحمد لله سترها معايا كده الحمل ده، لان انا اصلا كنت بدخل رفيعه واخرج مليانه منه. انا الحمل ده اصلا كنت داخله مليانه، يعني داخله اصلا بوزن زياده وكنت بعمل له دايت عشان انزله. الحمد لله يعني ان هي جت على قد كده وكلها خلاص شهر ونص وكل الحاجات دي هتنتهي، والتنفيخه دي بقى والميه الزياده والمناخير اللي مش عايزه تفش كله بقى ان شاء الله خلاص هانت قوي يعني. فدعواتكم كده ليا ولكل حامل ان شاء الله تقوم بالف سلامه هي والبيبي. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. بحبكم وبشكركم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.